سلام. سلام، وانا عامل هنا ادوس هنا يقوم جاي بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. دي اول حلقة من نسميها ايه الدورة الرمضانية، عشان انا عارف انها اتأخرت قوي، يعني النهاردة 7 أو 8 يوم رمضان تقريبا. بس تعرفين بقى شهر الصوم مرحب، وعامل لكم ديكوريشنز، بوجي، عم شكشك، فانوس. البالانس بتاع اني اعمل حاجه برفليكشن، يعني اقول عم شكشك، فانوس، بوجي. ده موضوع يعني من هنا محتاج كالكوليشن. الفيزيكس صعب عموما. انا جايب النص فيها في ثانويه عامه ما شاء الله. طيب. آه رمضان صعب جدا. هندلته بعد الزواج، يعني عزومات بقى وبتاع ودنيا. ف اتمنى تتقبلوا اننا منزلين اول حلقه من السلسله الرمضانيه بعد اسبوع. زائد مفيش طاقه للتصوير خالص الفتره دي برضه، عشان يعني تبقوا فاهمين. رمضان يعني حلو كل حاجه، بس بحسه اللي هو بيجيب لي ارق دايما، بسبب قله تظبيط النوم، مواعيد الشغل، ضغطة الشغل. لو في رمضان وراك كذا حاجة، بتعمل شوية حاجات، بتعمل حاجة. بس انت لابس ده ليه؟ انا سعان مش عارف ليه. بس من نوادر الحاجات اللي بتحصل، شكلي داخل على دور برد، انا سعان. طيب. السلسلة الرمضانية السنة دي هتبقى مختلفة. انا ما حبيتش بصراحة اعمل حاجة زي فيها ثغرات زي السنين اللي فاتت. هو نقعد ندسكاس شوية حاجات كده، وتبقى الحلقة 15 دقايق، 15 دقيقة ماكسيموم. مع اني ما اعتقدش في حلقة 15 دقيقة عدت في السلاسل الرمضانية اللي فاتت، يعني في البلاي ليست. ولكن قررت السنة دي، او برضو السنين اللي جاية، ان كل سنة هنعمل سلسلة رمضانية عن حاجة مختلفة. يعني مش لازم مثلا يبقى كلها ثغرات وكده، لأ. على سبيل المثال السنة دي احنا هنتكلم عن شركات السايبر سيكيورتي، وازاي السايبر سيكيورتي از سيرفيس بيتم بيعها، او السايبر سيكيورتي برودكتس عموما. اوكي. طيب، النهارده طبعا اول حلقة، وده هيخلينا نبدأ نتكلم في ازاي السايبر سيكيورتي سيرفيس بتتباع، واول خطوات لحد البي او البرشيس اوردر ما بيطلع. تخيل معايا مثلا الساعة 10 الصبح كده، شركة سوفت وير، ساس، سوفت وير سيرفيس، بعتت ميل، قلت لهم مثلا ان احنا عاوزين بنتست، عشان احنا عندنا بي سي اي ريجيليشن مثلا، او عايزين ناخد البي سي اي ونبدا نتعامل في كروت وبتاع. فعاوزين نعمل بنتست يعني عشان البي سي اي وكده. طيب. ده هيفرق في ايه؟ هفهمك الفرق كمان شويه، لان في هقول لك على حاجه، مش دايما البنتست عشان السكيورتي، اوقات البنتست بيكون عشان ورق. طيب، ايه الفرق بين الكومبلاينس بنتست والسكيورتي دريفن بنتست؟ طيب، الكومبلاينس بنتست خلينا مثلا نقول حاجه زي البي سي اي. اوكي. طيب، البي سي اي يا معلم هي السيرتيفيكت اللي بتخلي الابلكيشن بتاعك او الشركه بتاعتك عندها الصلاحيه انها تعمل بيمنت جيت واي، او تستخدم بيمنت جيت واي عندها في الابلكيشن بتاعها، وتلم الكروت وتسيفها عندها. تمام تمام اوي. طيب، فهنا مثلا انا لو شركه عاوزه البي سي اي، فطبعا ده بيروح بقى لقصه جي ار سي شويه، هاف تو هاف مع البنتست. الجي ار سي بيخش مع التيم، بيراجع الرولز والريكويرمنتس بتاعه البي سي اي، ويقول له والله انا عاوز اثبات انك بتعمل كذا وكذا 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 وكذا، عشان دي الريكويرمنتس عشان تاخد البي سي اي سيرتيفيكيشن. اوكي. طيب. فبيدخل معاه بيقول له والله هل احنا عاملين بنتست لكذا؟ طب احنا متاكدين من كذا؟ فبيقول له لا، احنا مثلا مش عاملين بنتست للبيمنت جيت واي انتجريشن، فبيطلب منه بنتست للبيمنت جيت واي انتجريشن. زي ما قلنا في بعض الحالات احنا بنعمل بنتست لاجزاء معينه في الابلكيشنز، مش الابلكيشن كله. دي كيس من الكيسز. اوكي. كيسز تانية بقى لو ابلكيشن منزل فانكشناليتي جديدة او يعني. طيب، السكيورتي دريفن بنتست، لا دي شركة يا باشا هتطلع ابلكيشن للبرودكشن، وبتقول لك تعالى هات لي الفولنربيلتيز اللي عندي كلها، انا عاوز بس ده الفرق بين الاتنين. بيبدأ الموضوع منين؟ من الصورة اللي هي قبل القصة دي كلها. الموضوع كله بيبدأ من العميل جه منين اصلا. اوكي. في اكتر من حاجة. في لو عندك سيلز تيم، بيبقوا السيلز علاقاتهم كلها، عشان تبقى عارف حياتهم كلها علاقات.
يعني هو بيبقى عارف ده وده، وبنتكلم مع ده ومخلص ديلز وشغل مع ده وده 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 وده، عارف مليونين بني ادم، وبيعرف ناس جديدة. شغلانته كلها عبارة عن انه بيسكرول طول اليوم في لينكد ان، يبني علاقات مع اللي يعرفه وما يعرفوش، يقوي علاقاته، يتكلم مع الناس، مش عارف ايه. دي شغلانة السيلز. اوكي، حتى لو مش بيبيع حاجة هو بيبيلد نتورك بتاعته which is هتخليه يبيع بعدين. وهنتكلم برضو كمان شوية عن الفرق بين السيلز والبري سيلز إلى حد ما، بس خلينا برضو نرجع للنقطة الأساسية. الديل بيجي منين أو الكومباني دي بتيجي منين؟ لو السيلز اللي قلت لك عليه اللي عنده علاقات ده بيعمل حاجة اسمها كولد انريتشمنتس مع الناس أو الكوميونتي بتاعه، النتورك بتاعته، الدنيا دي كلها علاقاته، بتعرف على ناس جديدة، يقعد معاهم، يشرب حاجة، يعزمهم على غدوة، مش عارف ايه، بالتواصل. والشخص ده مثلا بيكون مسؤول في هيئة، مش عارف ايه الحاجات دي كلها، في بنك، في عنده سوفت وير از سيرفيس، الحاجات دي كلها. ده مثلا واحدة من الطرق اللي ممكن يطلع بيها ريكوست لبنتست. طيب تاني حاجة مثلا ريفيرال، يعني مثلا انت شغال مع جوجل. طيب ألبرت اللي في جوجل مثلا جه واحد صاحبه شغال في ميتا، قال له والله احنا عاوزين شركة بتعمل بنتست كويس. قال له والله انا بتعامل مثلا مع شركة اكس، الشغل بتاعها تمام وعشرة على عشرة. فبتلاقي حد بعت له ريفيرر، فحد دخل كلمك او حاجة، سواء بقى السيلز، سواء السي او، سواء التيم ليد. يعني الموضوع بيمشي ازاي؟ اللي هو مثلا فلان عارف ان فارس تيم ليد، فبيشغل الكونتاكت بتاع فارس مع صاحبه اللي عاوز البنتست ده، وبيدخل يكلم فارس، والله انا واحد اتنين تلاتة ومش عارف ايه، وعملت لك ريفيرال مع الراجل الفلاني. فارس خلاص، الراجل ده بيكلم فارس، بيظبطوا مع بعض. فارس بقى بيدخل السيلز، بيدخل التيم بتاعه، بيدخل البروجكت مانجر عشان يبدأوا هم يلاينوا معاه، لأن خطوة فارس كتيم تكنيكال مش بتيجي دلوقتي خالص، بتيجي تقريبا في الحلقة التانية أو التالتة. طيب دي برضو طريقة من الطرق اللي البنتست ممكن يجي بيها. الحاجة التالتة اللي ممكن برضو نتكلم عليها اللي هو الريكوست فور بروبوزل. ده مثلا لو شركة مثلا بتدور على بنتست بروفايدر وشافت ان الريزلتس بتاعتكم كويسة، فبتدخل على السايت وتاسك فور ديمو مثلا. اوكي، او لو سايبر سكيورتي برودكت، حاجة زي دارك ويب مونيتورنج، حاجة زي انتي فيروس للكمبانيز، للشركات، الدنيا دي كلها. ف برضو بتمشي بنفس طريقة بيريكوست فور بروبوزل او بياسك فور ديمو. دي برضو طريقة من احد الطرق اللي هم اوقات ممكن يجيبوا بيها الديلز. طيب كده عرفنا الموضوع بيبدأ ازاي، او الكوميونيكيشن نفسها بتبدأ ازاي. طيب ايه اللي بيحصل في اول كول بتتم في الموضوع؟ مين اللي بيحضر عندك؟ اكيد السيلز هيحضر، البري سيلز ممكن يحضر، ممكن في الميتنج اللي بعد كده، والبروجكت مانجر ده برضو اكيد. طيب في بقى شوية اسئلة بتتسأل في الاول كده، نوع التطبيق، عدد المستخدمين، احنا شغلنا هيبقى برودكشن ولا ستيجنج، الكومبلاينس ريكويرمنت، لو انتوا مثلا جايين تعملوا البنتستايه دي عشان عايزين مثلا تاخدوا البي سي اي او ريكويرمنت من المركزي، هل في عندكم ديدلاين للبروجكتس اللي انتوا جايين عايزين تعملوها دي كلها ولا لا؟ ليه؟ لان في شويه كاستمرز بيجي يقول لك والله انا معايا 20 بروجكت في اول السنة، عاوز اخلصهم قبل شهر 4 مثلا. ده ريكويرمنت عنده، هيسلم اوراق، هيعمل حاجة، وعاوز ورقه يبقى جاهز ومريح دماغه طول السنة. على حسب بقى، بتفرق من كاستمر لكاستمر. طب خلينا هنا برضو منشن ان السيلز يعني بيفهم الصورة العامة للموضوع وبيجيب الديل، هو بيبيع. اوكي، طيب الدور اللي اخطر منه هو البري سيلز. البري سيلز ده هو شخص لازم يكون فاهم البرودكت، سواء سايبر سيكيورتي برودكت اللي بيتباع، وبيعرف يعمل فيه ديمو، او عارف ايه اللي بيحصل في البنتست بالظبط، شويه فاهم تكنيكال، يعني يعرف يعمل سايزنج كويس، يعرف يتواصل مع العميل، يشرح له ايه اللي بيحصل، كذا وكذا 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 وكذا. طب البري سيلز بيعمل ايه بالتفصيل؟ البري سيلز بيعرف حجم الاسيتس، السكوب اللي هنشتغل عليه، هل مثلا ده ويب اب، في اي بي ايز، في مثلا نتورك، كام اي بي، كام سب نت، مش عارف ايه، الديتيلز دي كلها. هل انت مثلا عندك ثيرد بارتي؟ ليه؟ لان في برضو شويه كاستمرز، لو مثلا انا مثلا فارس في على سبيل المثال في جوجل. طيب جوجل عايزه تاخد على سبيل المثال تعمل انتجريشن مع فوري، ف جوجل عشان تدخل فوري معاها
بحتاج اتاكد ان فوري سيكيور. فجوجل مثلا بتعامل مع شركه اكس بتاخد منها بنتست، فبتقول لفوري والله انت معاك ريبورتات بنتست، فلو فوري قالت لا فبتاخد منها بتالاين معاها كول يعني، او بتاخد منها ميعاد وتدخلها مع الشركه اكس دي، بحيث جوجل تعمل بنتست لفوري للسيرفيس اللي هم عايزينها قبل ما يستخدموهم. ليه؟ لان جوجل اكيد مش عايزه تدخل عندها حاجه مش سيكيور. فهنا انت ممكن تكون تتست الكاستمر معين الثيرد بارتي بتاعه او الانتجريشن بتاعه مع الثيرد بارتي ده. حاجه كمان هي الاستيميشن، زي ما قلت لك بتسال عن الديدلاينز، المان دايز والسايزنج بيتم ازاي. غالبا اللقطه بتاعت السايزنج دي البري سيلز ما بيبقاش دقيق قوي فيها، دقيق قوي فيها، فبيرجع لحد من تيم التكنيكال عشان ياخد منه سايزنج للابليكيشن. طب الناس دي مثلا عايزه ايه بالظبط؟ الناس دي والله عاوزين vulnerability assessment، عايزين بنتست. طب هل في فرق بين ال vulnerability assessment والبنتست؟ من ناحيه البيع نفسه طبعا تكنيكال احنا عارفين ان في فرق. من ناحيه البيع نفسه كوست اقل، اسرع، منجز. انا مثلا ممكن اكون بس عايز اعمل identification للفولنربيليتيز، ارن شويه تولز واعمل detection للفولنربيليتيز اللي عندي من غير exploitation. انا عايز بس اشوف يعني الفولنربيليتيز، انا الدنيا عندي سليمه ولا ايه الدنيا، ولا انا بايظ ولا ايه. ليه؟ لان الفولنربيلتي اسسمنت طلع لك بلاوي، فده معناه انك في البنتست عندك بلاوي سوداء وزرقاء وخضراء وحمراء وحاجات ابعد من كده بكتير. فوقت الناس يعني تلاقي برضو الشركات كل فتره بيبقوا شارين مثلا لايسنس من تينبل او حاجه، يران الناس كل فتره بعد شويه ابديتس، ايباك جديده طلعت، مش عارف ايه، سيرفيسز قامت، سيرفيسز قعدت. في برضو عندك الديدلاينز اوقات ممكن تضغط الفريق جامد. يعني ايه الديدلاينز تضغط الفريق جامد؟ والله الديدلاين مثلا على سبيل المثال انا ممكن اقول لك ده انا اجي لك مثلا اول اسبوع اقول لك ده انا الخميس مطلوب مني ابعت الدوكيومنتس دي والا النشاط بتاعي هيتوقف او اعزنك، فاهم؟ ففي هنا بقى شويه اوبشنز زي انك بترفع المان دايز او بتزود مان دايز او بتزود عدد الريسورسز اللي اشتغلوا على الاكتيفيتي، وطبعا بتاخد حسابهم. الريسورس هو البنتستر يعني عشان المصطلحات دي. وخلينا نقول ان 50-50 ان يحصل في الاكتيفيتي مشاكل بسبب سايزنج غلط او wrong identification للسكوب بتاعك. حلو، يعني مشاكل كتير فعلا بتحصل من الخلافات اللي ممكن تكون في الشركات نفسها بين الكاستمر والشركة مثلا، وبتتحل يعني بالسهل، مش الأزمة اللي هي بنمشي الدنيا أكيد. ولكن ده بيكون بسبب الرونج سكوب ايدنتيفيكيشن او غلطة في عد الاسيتس، حاجة من هذا القبيل يعني. طيب السايزنج بيحصل ازاي؟ السايزنج مبدئيا بنشوف التيم التكنيكال بيشوف الابلكيشن او الاي بي ايز، بيشوف حجمها في كام فانكشن. غالبا بندخل ووك ثرو، بنبص على الابلكيشن، حد من الشركة نفسها بقى بيشرح لنا الابلكيشن ده ايه الدنيا اللي دايره فيه، عندنا كذا عندنا كذا عندنا رولز كذا كذا كذا، احنا هنا بننتجريت مع كذا 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 كذا، داتابيز كذا، بلا 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 بلا، ديتيلز كتير فشخ. وبناء عليه التك تيم بيحط استيميتد تايم عشان يسلم فيه الريبورت بتاع الاكتيفيتي دي. اوكي، نبقى نعمل حلقه بقى بعدين بعد السلسله دي عموما نقول السايزنج نفسه بيتم ازاي في السكوب ايدنتيفيكيشن يعني. هنا بقى في البروبوزل، بعد ما خلاص الناس دخلوا واتكلموا واتناقشوا وفهموا هم عايزين يعملوا ايه مش اكتر، فبيحصل بقى البروبوزل. الشركه بتاعت السكيورتي دي بتقوم جايه بعت البروبوزل دوكيمنت في السكوب، اوكي، ايه اللي هيتعمل له تيست، التايم لاين يعني التستايه مثلا هتاخد قد ايه، الديليفربلز الحاجات اللي يعني ايه هنقدمها للشركة دي. يعني مثلا شركة اكس بتقدم البنتست عادي بسعر الماندي والريتست مثلا $50. في شركة بتقدم الماندي عادي وراوند ريتست فور فري. في شركة بتقدم البنتست عادي و2 راوند 3 راوندز 4 راوندز اوف بنتست فور فري على حسب الاجريمنت وسعر الماندي وهكذا. يعني ايه النقطة دي؟ يعني السايبر سكيورتي سيرفيس بتتباع بالماندي او يوم العمل، تمام؟ دلوقتي مثلا لو الشركة على سبيل المثال، الارقام دي ممكن تكون حقيقية ممكن تكون لا، باعت اليوم $100. اوكي، رقم قليل قوي طبعا، في الشركه هتبيع يوم $100 الا لو عايزه تخسر او تكسب مناقصه يعني. بس خلينا في موضوعنا.
مثلا خلينا نقول انها ب$100، هي هنا ممكن توفر مثلا نو ريتست. اوكي، يعني هديها لك اليوم ب$100 بس هتقول لك نو ريتست. طب اليوم مثلا ب$250 هتقول لك لا، معاك مثلا راوند ريتست، اوكي، فور فري. تمام. ليه الريتست مهم؟ هنجيله في الحلقات اللي جايه. كمان بيتحدد فيه لو في اي اوت اوف سكوب من الكول اللي فاتت اللي دخلوها مع التيم وعملوا سايزنج وبص وكده، بيشوفوا بقى هل في حاجة اوت اوف سكوب، لا دي هتتشال من الابليكيشن اصلا، دي مش هنطلعها البرودكشن اللي جاي، مش عارف ايه، الفانكشناليتي دي بايظة دلوقتي مش هنتستها، مش محتاجين نتست كذا، مش محتاجين نتست كذا. ف البروبوزل ده بيبقى لامم كل المين بوينتس بتاعة الاكتيفيتي، زي ما قلت لك بقى، السكوب، تايم لاين، الحاجات اللي هتتعمل، اللي هتتقدم، ريتست اور نو، التفاصيل دي كلها. بعد كده بقى بتيجي مرحلة التفاوض. التفاوض نفسه بقى بيبقى حاجة كده ايه، رايحة جاية، واوقات ما بيبقاش في تفاوض. يعني ايه؟ يعني مثلا جاء بنك اكس، اوكي، دخل على الشركة واي وقال لها والله انا عاوز اخد منك 300 مان داي السنه دي. اوكي، يعني الراجل ده معاه 300 يوم عمل مع الشركه دي، انتوا هتخلصوا لي والله كل شغل البنتست بتاعي الفتره اللي جايه، اوكي، او السنه دي. تمام. هنا مثلا بيظبطوا بقى، يعني ايه، زي مثلا ما تروح لتاجر انك تاخد منه كيلو مش زي ما تاخد منه 50 ولا 100 كيلو، فاهم؟ طبعا بتتظبط بقى البادجت شويه وخلاص. الناس دي مثلا بيبقى معاها مان دايز تكفي شغلها، ياخدوا بيه بقى للابلكيشنز بتاعتهم شغل طول السنه، من اي بي اي للنتورك، الويب ابلكيشنز، معاهم مان دايز، شارين مان دايز. في ناس تانية بقى بتشتري بير ابلكيشن او بير بنتست، يعني بيشتروا للبنتستاية دي او للابلكيشن ده تحديدا. فهنا لما بيشتري للابلكيشن ده، فبتبعت مثلا الشركه في البروبوزل تقول له والله احنا حددنا مثلا ان الابلكيشن ده هياخد 20 يوم في البنتست عشان يتفنش كامل واقدر اوصل لك ريبورت محترم. فاللي بيحصل بعدها ان هو بيقول مثلا ال20 يوم، اليوم واقف ب$200 على سبيل المثال، يعني دول $4000 عشان الابلكيشن بنتست. بتحصل بقى عملية التفاوض دي بعد البروبوزل. لا طب احنا ممكن نزقها شوية. ما تفكرش يعني ان مفيش فصال في الماركت، بس اللعبة هنا بقى ان في السكيورتي انت مش الاوبشن الوحيد للشركة. اوكي، يعني انا مثلا لو عندي شركة مثلا فلنفرض اني عندي شركة ساس، فانا عشان اعمل بنتست انا بروح اكلم اكس وواي وزد واف واتش، بكلم 5 6 شركات وبدخل معاهم ووك ثروز وبتواصل معاهم وبشوف الديلز او الاوفرز اللي جايه لي، ببص طبعا على البرايسنج بتاعهم، على السايزنج بتاعهم، وببص كذلك على الكواليتي اوف ريبورت بتاعتهم، بسمع من ريفيرالز، انت اشتغلت مع دول، انت اشتغلت مع دول، طب ايه رايك في دول، طب ايه رايك في دول. وفي الاخر بناء على العامل دي كلها انا بقرر انا فاينلي هشتغل مع مين فيهم. طب في مرحله التفاوض برضو ده بس اللي بيحصل؟ لا، طب زي ما قلنا بقى السعر عالي، طب ينفع نعمله في نص الوقت؟ هو ممكن ما يكونش معاه، مثلا يكون داخل لك عشان كومبلاينس معين، يعني لو مطلوب منه الكومبلاينس في شهر 12 في اولها، ف هو عايز يستلم اخره اخر شهر 11 وانتوا مثلا النهارده 20، فبتقول له والله انا كده هشتغل في 10 ايام، فهشغل لك 2 أو 3 ريسورس عشان انجز الابليكيشن اسرع. طبعا ان واحد يشتغل على فول ابليكيشن مش زي 2 أو 3 يشتغلوا. لو الواحد هياخد 15 يوم عشان يكفر الفول ابليكيشن، فالباقي هياخده مثلا كل واحد لو ركز في سكوب معين، في كام تاب، في كام فانكشن، لا كل واحد هياخد له 3 4 5 ايام، ده ماكسيموم بالكتير، فاهم؟ فده شيء منطقي الى حد ما. طب والله شركة تانية مثلا عرضت اقل، لا يا عم خليك معانا وانا هنزل لك مثلا $50 اللي باقية دي، مش مشكلة. سوق، اتس ماركت في الاخر، فاهم؟ بس ماركت لابق وبالعملة الصعبة شوية. هنا بقى انت بيبقى قدامك يا تقلل السكوب از كاستمر، لو انت في حاجات زيادة باعت عاوز تعملها من تيست، تاخد الضروري بتاعك بس، او كشركة مثلا انك تقلل بقى المان دايز، سعر المان دايز بتاعك، تيجي على نفسك انت حبة عشان تاخد الديل، او تخسر المشروع بقى، ومحدش هيعمل كده يعني. وفي الاخر بعد الاتفاق الناس دي قالت تمام احنا زي الفل، بتيجي بقى الستيب بتاعت ال NDA، والعميل بيطلع خلاص برشيس اوردر
البيمنت ميثودز بقى بتبقى بنك ترانسفيرز غالبا في التعاملات دي. بس في بقى شركات يعني زي أنظمة التقسيط بس بشكل نظيف شوية. يعني ايه؟ يعني مثلا بياخد نص المبلغ قبل ما يبدأ والباقي بعد الريبورت، وهكذا. فاهمني؟ الشركات يعني بتظبط الحتت دي مع الكاستمرز بتاعها. يعني في طبعا اللي بيدفع كاش، في اللي مثلا لو واخد منك 300 مان دي بياخد مثلا 100 فالتفاصيل دي كلها بقى حسب الحتة دي. بعد ما بيطلع البرشيز اوردر الناس بتدفع، خلاص هنا بقى المشروع يدخل رسميا في البايب لاين. انت كده المشروع ده خلاص تكة واحدة هي الفاصلة عن ان التكنيكال تيم هو اللي يخش يبدأ البنتست بتاعه. بس طبعا قبل ما التكنيكال تيم بيخش ويقرر انه هيبدأ البنتستاية بتاعته، في شوية حاجات بتطلب زي البري ريكويزيتس، وشوية عقبات كمان ممكن تقابل التيم ترابل شوتنج في الاكسس لو الابلكيشنز انترنال او حاجة زي كده، او الستابيليتي بتاعت الاب اللي بيتعمل له انتست. مشاكل كتير ممكن تقابل التكنيكال تيم، وده ان شاء الله هو اللي هنتكلم عنه في الحلقة القادمة. دي اول حلقة من السلسلة الرمضانية السنة دي، اتمنى انها تكون عجبتكم، واشوفكم الحلقة اللي جاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.